ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جدعان، صلوا على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في مشاكل هي كبيرة كعمليا، هي كبيرة، اما الحلول بتاعتها بسيطة ان شاء الله. اول حاجة كل عام وانتم بخير، وربنا ان شاء الله باذن الله يعود علينا رمضان سنين عديدة ان شاء الله وايام مديدة، وان شاء الله يكون ربنا يعني كتبنا من المعتقين رقبتهم في رمضان، ويسر اخواتنا ان شاء الله باذن الله في غزة وفي الوطن العربي كله، ويحفظ البلاد العربية كلها إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة للحلول، إحنا معانا مشكلة دلوقتي، هي مشكلة السخن والبارد. المشكلة بتاع السخن والبارد. أنت عندك الوصلة بتبقى راكبة إيه؟ تمام كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عندك الوصلة بتبقى راكبة، تمام؟ أهي كده الوصلة راكبة إيه؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. أهي الوصلة راكبة إيه؟ تمام كده؟ مفيش مشكلة. الوصله بالنسبه لك راكبه. في عندك اللهم صل على سيدنا محمد، في عندك مشكله تسريب. يعني مثلا ممكن وانت عادي بتتوضى ولا حاجه بتلاقي في ميه نازله على الارض، تلاقي تفوجئ كده ان في ميه على الارض. خلي بالك المشكله دي بقى حلها بسيط قوي. ايه هي؟ انت عندك هنا الوصله دي فيها كاوتشات اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. بص كده الوصله دي فيها كاوتشات اهي. الكاوتشه دي رقم 10، يعني لو رحت مثلا لاي سباك ممكن تقول له عاوز كاوتش رقم 10. لو الوصله بتاعتك كويسه، يعني انت اتاكدت ان الوصله كويسه وما فيهاش حاجه، وعاوز تتاكد اكتر ان الوصله تمام، بعد ما تفكها بتحط صباعك هنا اللهم صل على سيدنا محمد اهو كده وتسحب كده. الوصله دي كويسه. طيب لو هي فيها خرم او فيها حاجه، هي الوصله هتسيبك، يعني مش هيبقى فيه عمليه سحب كويس. يعني مثلا فرضنا كده ان انا ههوس بقى شويه تحت، مش هتسحب معاك اصلا. تمام كده؟ خلاص احنا ما لقيناش الكاوتشه دي، يعني احنا ما لقيناش الكاوتشه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي عندك بكر التeflon ده اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. بس بقى ما بتزودش، يعني بتقطع حته صغيره جدا اهو. تمام كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وتبرمها كده، تلفها تعمل مكان الكاوتشه اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. وتيجي هنا مكان، قرب كده يا محمد، وتيجي عند السن اهو، اللهم صل على سيدنا محمد، بتاع الكاوتشه اهو، وتعمل دايره كده اللهم صل على سيدنا محمد اهي. تمام اهو. ده هيحل محل ايه؟ محل الكاوتشه. خلاص كده عملنا اهو الدايره. وتيجي هنا عند القلاووز برده تاني، وتقوم مرجعها تاني اللهم صل على سيدنا محمد. بص القلاووز هياخد الايه التeflon معاك ويخش جوه، يعني القلاووز هياخد التeflon ويخش جوه كده. خلاص مش هيبقى فيه تسريب. بص كده مش هيبقى فيه تسريب خالص. هنا الوصله دي بيبقى فيها كاوتشتين اهو. تمام كده؟ لو الكاوتشتين اتشالوا برضو عندك وما لقيتش الكاوتشتين اتقطعوا من كتر الميه السخنه، برضو اعمل نفس العمله دي. اقطع التeflon كده زي ما احنا وريناك اهو، عارفين انتوا طبعا التeflon اهو. تمام. وتقطع كده مثلا وتقوم لافف اهو، اللهم صل على سيدنا محمد، او اقطعها نصين اهي كده اهو، وقوم جاي اللهم صل على سيدنا محمد، واعمل كده ايه لفه كده بسيطه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والف اهو، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. تمام كده. قوم جاي الناحيه الثانيه برضو نفس القصه، اللهم صل على سيدنا محمد اهي. ابرمها عشان خاطر ايه؟ تقفل معايا كويس قوي. اللهم صل على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. خلاص كده انت حليت مكان الكاوتشه كده، اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص. وقوم جاي ومركب برضو الوصله بتاعتي عادي، يعني احنا اعتبرنا ان انت ما لقيتش كاوتشات خالص، اعمل اللي انا بقول لك عليه ده اهو، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. خلاص كده دنيتك تمام وزي الفل، ما عندكش اي مشكله خالص. هتركب ان شاء الله بامر الله، ما عندكش اي مشكله. وتقوم جاي مراجع هنا بقى، لو ما فيش عندك الكاوتشات دي تراجع عليها، تجيب الكاوتشه بتاع الانبوبه. حلو الكلام اهي، تراجع عليها برضو ان الكاوتش دي تبقى موجوده. نفس اللي انا عملته ده، يعني التeflon ده يمشي على اي حاجه. لو عندك محبس برضو نفس القصه، لازم التeflon ده يبقى موجود، يعني التeflon ده لازم يبقى موجود اهو. الكلام ده تقيسه بقى على كل حاجه بقى، على كل حاجه عندك اهو. كل حاجه عندك لازم يبقى الكاوتشه بتاعتها موجوده، او القلسيه ده اسمه كاوتش او قلسيه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. المشكله الثانيه، انت الميه عندك ضعيفه، الميه ضعيفه، بتبص في الخلاط ما فيهوش اي حاجه، بتفتح القلب للاخر، بتفتح القلب وبتقفله، اللهم صل على سيدنا محمد، بيفتح معاك مفيش حاجه. هتقوم حل الفلتر ده اهو، اللهم صل على سيدنا محمد، بتحل الفلتر ده
بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وتشوف في سدد هنا، مفيش سدد. بتفتح الميه، فتحت القلب، الميه ضغطت معاك، لقيت الميه سريعه جدا، يبقى خلاص المشكله عندك هنا. يا اما تغيره، هو مش غالي يعني، ما بين مصر مثلا في حدود 5 جنيه ولا حاجه، يعني سنتات يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ماشي، حاولت انت تنظف ده، تنضف كده وتطلع منه اي شوائب في الخلاط، تقوم مطلعها ومرجع الخلاط تاني، هيشتغل معاك كويس قوي. ده بالنسبه للضعف. طب لو انت فكيت الفلتر كده، اللهم صل على سيدنا محمد، وما لقيتش الميه، وفتحت الخلاط ولقيت الميه ضعيفه نازله، هي الميه نازله ضعيفه، انت هتعمل ايه؟ هتفك بقى القلب اللي جوه وهتطلع القلب، وتشوف القلب من جوه هنا هل في سند ولا لا. ساعات بيكون في شوائب هنا، بيكون في شوائب في الاخرام دي، الفتحات بتاع السخن والبارد، او المركز بتاع الميه العمومي. اللهم صل على سيدنا محمد. انت بتفتح الخلاط، يعني احنا فرضنا جدلا انت فتحت الخلاط اهو، بعد ما فكيت الفلتر فتحت الخلاط، ما لقيتش الميه برده نازله ضعيفه، هتفك اليد من هنا اهو مكان المسمار. اللهم صل على سيدنا محمد. قرب كده اهو، هنا في مسمار، بتفك المسمار ده وتشيل اليد، تمام كده، وتشيل القلب ده كده وتبص فيه من الفتحات، تشوف اذا كان فيه خرم او ما فيهوش او الكلام ده كله، تمام كده. حلين دولت برضو ايه، حلولهم سهله، بس هم فعلا مشاكل حقيقيه. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير، وربنا يعود علينا الايام كلها بخير، وينصر اخواتنا في غزه ان شاء الله، وربنا يعينهم ويأيدهم ويبارك في عيالنا ويرزقنا ان شاء الله كلها رزق حلال. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.